لو لسه بتبدا في الجيم، في 5 اخطاء بتعملها بتضيع وقتك ومجهودك، ولو كملت عليها عمرك ما هتشوف نتيجه. وكمل معايا للاخر، لاني في اخر الفيديو هشارك معاك خطه تمرين كامله لمده 4 اسابيع للمبتدئين. تنزل بالراحه، تطلع بالراحه، بس لغايه مستوى دقنك، كوعك يكون قريب من جسمك مش راجع لورا، وتكون تحت الوزن بالظبط. لو دخلت الجيم من غير خطه، مش بس مش هتتقدم، ولكن ممكن تضر نفسك كمان. ما هو ديني بحرك جسمي واكيد هستفيد برضه يا كابتن. ما هو ده الغلط، وهقول لك ليه في الخطا الرابع. طبعا غلط الكلام ده. لازم تركز وانت بتعمل التمرين وتبقى عارف انت بتشغل عضلات ازاي. يعني هنا مثلا تمرين زي البايسبس، لازم تبقى عارف ان انت بتعمل كل حركه يبقى فيه مايند ماسل كونكشن، بحيث تبقى عارف انت بتشغل العضله ازاي. تاثير التمرين لازم تحس بيه في وقتها. عارف ايه اكبر غلطه؟ انك مستعجل داخل وعايز نتيجه في اسبوع. جسمك محتاج وقت، والتمرين الصح اهم بكتير من ان انت تتمرن جامد. الحل بدل ما تشتت نفسك، تبدا التمرين بسيط، فول بودي 3 مرات في الاسبوع. انت مش محتاج اكتر من كده، وده كمان هتركز فيه على التمارين الاساسيه، مش بس مجرد فول بودي وخلاص. يعني كل يوم هيبقى مطلوب منك ان انت تعمل سكوات او بنش بريس او ديد ليفت، ان انت يبقى عندك تمارين مركبه كل يوم. وده كمان هيساعدك بشكل كبير ان انت تبني جسم متناسق ويكون عندك قوه. مش ولو مش عارف تبدا ازاي، انا في برامج التدريب بتاعتي بساعدك بخطه مناسبه لجسمك وجدولك وحياتك. تقدر تبعت لي على انستجرام او هتلاقي اللينك تحت كمان. الصلاة على النبي. مرن ايه النهارده؟ في خروج النهارده، مرن صدر وباي. بسم الله. عندنا ليجز اليوم، توكلنا على الله. وكل مره داخل تتمرن وخلاص عمرك ما هتشوف نتيجه. لازم تبقى عارف تتمرن ايه، بتشيل اوزان كام، وكمان تعمل التمارين دي ليه. يعني مش اي تمرين شكله حلو في فيديو يا كابتن نجربه. لا يا سيدي، لا. الحل ان انت تبدا تسجل تمرينك على ورقه او اي ابلكيشن. بجد هتتفاجئ ده هيحسن مستواك قد ايه. والموضوع كمان اسهل بكتير لو عندك خطه مصممه لاهدافك انت بالذات. حقيقي اكتر خطوه انا مبسوط بيها وفخور ان انا عملتها، ان انا بقيت ادخل الناس اللي عندي اللي بتشترك معايا في البروجرامز على ابلكيشن، بحيث ان انا اقدر اتراك معاهم في الابلكيشن، اشوف ايه الاوزان اللي بيشيلوها، قد ايه الوقت اللي قضوه في التمرين. فكره ان انا اقدر اعمل اناليسيس لكل الداتا دي، ده اللي بيخليهم يقدروا يحققوا مستويات اعلى، وكمان يشوفوا نتائج بسرعه، لان في تراكنج لكل حاجه، وانا بقدر ان انا اشوف كل حاجه هم بيعملوها، واقدر اعرف هل هم بيريحوا زياده في التمرين، هل هم بيتمرنوا فعلا بالشده المطلوبه ولا لا، لان دي اهم حاجه في التمرين. التمرين لوحده مش كفايه، جسمك محتاج اكل ونوم عشان يعمل ريكفري مظبوط وتشوف نتائج. حاول يكون اكلك متوازن، تاخد بروتين كفايه، وما تنساش ان النوم 7-8 ساعات يوميا ممكن يكون هو الفرق الوحيد ما بين ان انت تشوف نتائج او تفضل واقف مكانك. عايز اقول لكم كان معانا واحد من الشباب ما شاء الله عليه، اكتر واحد بيشيل اوزان فينا، اكتر واحد بيعمل مجهود في التمرين، بياخد بروتين، ماشي مظبوط، كل اموره تمام، بس يخلص كل يوم سهر لغايه الساعه 4 الفجر، يوم خروجه، يوم سهره، يوم على القهوه، كل يوم مقضيها مع اصحابه على الحال ده. فضل تقريبا بالمنظر ده لغايه سنه ما فيش اي نتائج. كلنا قعدنا ننصحه اكيد، يعني هي الحته اللي مفقوده دي، حته النوم. ظبطه يا اخي، جرب. بعد فتره خلاص قرر ظبط النوم لمده شهرين. في خلال شهرين شكله اتغير تماما 180 درجه، بقى واحد تاني. قد ايه فعلا النوم مؤثر. تمرين زي الار دي ال الرومانيان ديد ليفت، لازم يبقى الدمبل قريب منك، كتفك لورا، ظهرك مشدود، ترجع بالهيب لورا، بحيث ان انت بتحفز ساعتها عضله الجلوتس. تاكد ان انت طالع ونازل بالراحه ومش بنوصل للارض. اخر حاجه عايزها ان انت يجيلك اصابه ممكن تقعدك في البيت 2-3 شهور. واخر احصائيات عملت لقوا ان 50% من الناس اللي بيبداوا تمرين بيبطلوا تمرين في اول 6 شهور. تخيل الرقم مرعب، يعني من كل 100 بيبداوا في 50 بيبطلوا تمرين. عايز اقول لك ان الاصابه لا قدر الله ممكن تكون سبب ان هي تقعدك في البيت. الحل ان انت تبدا باوزان خفيفه وتتمرن بالتكنيك صح 100%، لان مفيش فايده من التمرين لو انت بتعمله غلط. عايز اقول لك ملخص الموضوع ده هو الاستمراريه. مش هتشوف نتائج بعد اول اسبوع ولا 2، ولكن لو فضلت ملتزم لمده 3 شهور هتشوف نتائج. الحل ما تضغطش على نفسك، حط هدف واقعي والتزم بيه على المدى الطويل. لو وصلت معايا لحد هنا فانت بجد مهتم ان انت تبدا صح. عشان كده انا عملت برنامج تدريبي مناسب للمبتدئين، تقدر ان انت تنفذه لو عمرك ما دخلت جيم قبل كده. تلاقي اللينك بتاعه تحت. لو عايز اي حاجه تسالني فيها ممكن تسالني في الكومنتات او تبعت لي على الانستجرام.